بيبدأ الفيلم في ولاية إنديانا الأمريكية بتحقيق المباحث الفيدرالية مع واحدة مجهولة بيتحقق معاها ويوروها صورتين واتعرفت عليهم وكانت على علاقة بيهم، وكانت بتقول لهم إن البيت ده مش أمان وإنهم مش هيقدروا يحموها. وفجأة بينضرب عليهم نار، كلهم بيموتوا حتى الحراس، مش بيفضل غير ويليام اللي أخد رصاصة في صدره وبتساعده البنت اللي كانت في التحقيق وبتقدر تطلع رصاصة منه. بتخش تستخبى وبتلاقي أدرياني اللي صورته كانت في التحقيق وبتكون خايفة عشان هي حامل، وبيضربها بالسكينة في بطنها، وبعدين بيحصل حريقة بتخلي وشه يتحرق بسبب خدعة هي اللي عاملاها، بس في النهاية بيعرف يهرب. وبعدين بتتنقل المستشفى هي وويليام وبتولد هناك وبتعرف إنها ولدت بنت. البنت دي هي اللي هتقلب أحداث الفيلم كله، هقولك ليه دلوقتي، لكن الأول خليني أحكي لك باقي الأحداث. بعد الأم ما بتولد واللي بتعمل دورها جينيفر لوبيز بتجيلها محققة فيدرالية تقول لها إن لازم توافق على تبني بنتها من أسرة تانية علشان لو فضلت معاها هتكون في خطر ومش هيقدروا يحموها. طب ليه الأم متورطة في كل ده؟ هقولك بس كمان شوية مش دلوقتي. وبتروح لويليام اللي معاها في المستشفى وبتقوله إن شرطها إن البنت تروح لعيلة طيبة ويبعت لها أخبارها على طول وصورها كل سنة. بعدها بتسافر على ألاسكا وبتقابل صديق ليها يجيب ليها بيت هناك، وبتطلب منه إن محدش يعرف خالص إن هي موجودة، وبتمر 12 سنة وهي بعيدة عن بنتها. وفي يوم بيجيلها جواب من ويليام، ولما بتفتح الجواب بتفهم إن بنتها في خطر. طب إيه الخطر ده؟ هقولك دلوقتي. بترجع على إنديانا وبتقابل ويليام وبيقول لها إنهم لقوا صورة لبنتها لما قبضوا على العصابة، وبتعرف إن بنتها اسمها زوي، وبتروح لها المدرسة والبيت وبقت تشوفها من بعيد. وبعدين بتكون زوي في الحديقة العامة مع أصحابها ومامتها اللي اتبنتها. أمها الحقيقية هتكون بتراقبها من بعيد لحد ما بتشوف عربيات بتقرب من الحديقة وبتبدأ تقلق لحد ما بتلاقي واحد هي عارفاه بتضرب نار، بس العصابة بتقدر تخطف بنتها وبيحاولوا يقتلوها هي كمان، لكن بتقدر تهرب بمساعدة ويليام. ويليام كان جايب لها لبس علشان تروح البيت اللي بنتها اتربت فيه بصفتها واحدة من الضباط اللي بيحققوا في حادثة خطف البنت، لكنها بتبلغ ويليام انهم لازم يسافروا على كوبا لان العصابة دي هناك. طب ليه كوبا؟ هو الموضوع ليه علاقة بالمخدرات مثلا؟ معلش استنى كمان شوية وهتفهم كل حاجة. وبيسافروا وبتشوف الراجل اللي كان موجود وقت خطف بنتها وبتسأله على مكان البنت لكن بيهرب منها، بس بتنجح انها تمسكه وبتفضل تضرب فيه لحد ما يقول مكان بنتها وكمان بتقتله. وبعدين زوي بتشك من نظراتها وبتبدأ تدور ازاي ممكن تعرف مامتها الحقيقية. وبعدين بينزلوا في بنزينة ومامتها بتشتري لها حاجات، وبعدين زوي بتسألها انتي أمي؟ بس بتبصلها باستغراب وبتقول لها لأ. فهي قررت انها تختفي تاني وان البنت لازم ترجع للناس اللي ربوها، بس بتفتكر نفسها وهي حامل فيها. وفي الوقت اللي بيوصل فيه ويليام زوي لبيتها وخلاص قربوا يوصلوا، بتخبطهم في الوقت ده عربية وبتنزل زوي من العربية وبيسألها أدريان عن مامتها، وفي اللحظة دي بتوصل مامتها والعصابة بتقتل ويليام والأم بتاخد بنتها وتهرب. بتسألها بنتها امتى هرجع للبيت؟ طيب هيروحوا فين؟ هنعرف دلوقتي. وبتبلغها أمها واللي البنت ما تعرفش إن دي أمها أصلا إن مفيش حد هيقدر يحميها وإنهم لازم يتحركوا دلوقتي. وبتشوف عربية للبيع بتشتريها، وبعدين بتكلم مامتها اللي ربتها وبتطمنها عليها وإنها هترجع لها لما تكون في أمان، وبتاخدها ويرجعوا على ألاسكا وبتروح محل صديقها وبيتعاملوا إنهم ما يعرفوش بعض، بس زوي بتفهم إنهم أصدقاء. وبيروحوا البيت وتاني يوم بتصحيها مامتها وبتقرر إنها تعلمها كل حاجة تقدر تحمي بيها نفسها، وبتتعلم زوي وبتنجح. وعلى فكرة قرار إنها تعلم بنتها ده نفعها جدا بعدين. وتاني يوم بتصحى الأم مش بتلاقي بنتها وبتطلع تدور عليها في الغابة وبتلاقيها بتلعب مع حيوانات صغيرة وفي حيوان بيعضها وبيجرحها في ايديها، فبتاخدها والدتها المستشفى. ولما زوي بتقول اسمها للدكتور بتقرر مامتها تخبيها مع صديقها وبتديله جواب يديهولها. وبعدين أدريان بيوصل ألاسكا والأم بتعرف ده من صديقها، وبعدين زوي بتسأله إنه يعرف مامتها منين وبيقول لها إنهم كانوا بيخدموا في الجيش سوا. وبترجع زوي تسأله طب هي ليه ما بتعترفش إن هي أمي؟ فبيقول لها أنت المفروض تاخدي بالك من تصرفاتها وإن هي عايشة عشانك وعشان حمايتك. وبعدين بتدور زوي على الجواب اللي سابته مامتها مع صديقها، ولما بتفتح بتلاقي صورها وهي صغيرة وورقة مكتوب فيها إن أي قرار مامتها أخدته كان في مصلحتها عشان تحميها، وإنها بينت لها حبها بالطريقة الوحيدة اللي هي تعرفها. وبعد ما بتقرأ زوي الجواب بتقرر إنها هترجع لأمها الحقيقية
وبتعرف عنها إنها كانت في القوات الخاصة في أفغانستان، وإن أدريان كان هو القائد بتاعها، وبعدين عرفته على هيكتور اللي بيتاجر في السلاح. وبعدين بتحس إن ليهم أعمال تانية هي ما بتعرفهاش، وبتبدأ تدور وراهم لحد ما بتلاقي عربية مليانة أطفال، وبتعرف إنهم بيتاجروا في البشر. وبيوصل أدريان للمكان اللي فيه الأم، وبيقول لهم إن هو اللي هيقتلها، وبيولع في بيتها. وبعدين بتقتل الأم واحد من العصابة وبتلبس هدومه، وبتسمعهم بيقولوا إن في بنت صغيرة سايقة شاحنة وجاية، فبتقلق على بنتها وبتجري علشان تلحقها وبتاخدها، وبيطلعوا على مكان الصيد. بس أدريان بيعرف مكانهم وبيطلب منها تقابله علشان ما يقتلش البنت. بتقابل أدريان وبيخليها ترمي كل الأسلحة اللي معاها، وبعد ضرب نار ومطاردة بتقدر إنها تنقذ بنتها فعلا، وبترجعها مامتها لأهلها اللي ربوها، بس بتفضل تراقبها من بعيد.